مسلسلات تركية. ايه سبب الهوس بيها والنجاح الساحق في الوطن العربي؟ طبعا اكتر دولة بتستورد مسلسلات تركية هي مصر، وبعديها السعودية، والمفاجأة اسبانيا. الموضوع على فكرة بقى ظاهرة عالمية، دلوقتي الدراما التركية بقت ثالث اكبر صناعة تلفزيون في العالم بعد امريكا وانجلترا. وده مش كلامي، ده كلام صحيفة الايكونومست البريطانية اللي نشرت تقرير شيق جدا عن الموضوع ده، لانه موضوع اقتصادي بحت، وصادرات المسلسلات التركية هتتجاوز المليار دولار سنة 2024. ذا ايكونومست بتقول ان في 5 اسباب رئيسيه للنجاح ده، تعال نتكلم عنها. اول سبب للنجاح ان هي ايزي اون ذا ايز او مريحه للعين، بمعنى ان هي متصوره في اماكن فيها طبيعه خلابه، قصور فاخره للبطل بيبقى وسيم، الممثلات جميلات، بالاضافه طبعا للفاشن او الاناقه في الملابس. السبب الثاني برضه مرتبط بالاول، ان هي تعتبر انتاج بتاعها ضخم، مصروف عليها كويس جدا، حتى ده برضه سبب نجاحها في اسبانيا ودول امريكا اللاتينيه، لان هم بيحسوا ان المسلسلات الاسبانيه انتاجها رخيص جدا مقارنه بالمسلسلات التركيه. السبب الثالث ان هي بتعتبر مناسبه للعائلات بشكل كبير، ما بيكونش فيها مشاهد خارجه او مثلا استخدام للكحوليات وهكذا، فتعتبر مناسبه للعائلات وبتندرج تحت مسمى اللي كان بيتقال قديما اللي هو السينما البيضاء. السبب الرابع هو طبعا مرتبط بمنطقه الشرق الاوسط، ان الابطال فيها طبعا معظمهم مسلمين وبيكونوا ظاهرين في مشاهد ابطال، غير طبعا هوليوود اللي بتطلع دايما العرب والمسلمين في ادوار مش مناسبه ليهم ومرتبطه دايما بالعنف او الحروب او هكذا، وما يعتبرش صوره صحيحه للاسلام والمسلمين. طيب السبب الخامس ان هي بتكون طويله جدا، يمكن يوصل عدد ساعات العرض لفوق ال 200 ساعه للمسلسل الواحد، وده بيبقى مفيد جدا للقنوات الفضائيه اللي هتبقى عايزه محتوى طويل عشان يزودوا قيمه الاعلانات. تركيا قدرت بالدراما بتاعتها ان هي تحسن صورتها في العالم، تزود عائدات السياحة، بالإضافة إنها تحقق مكاسب خرافية تتجاوز المليارات الدولارات. بالنسبة لرأيي الشخصي، أنا شايف إن المسلسلات التركية لا تقدم قيمة فنية عالية، لكن ده رأيي الشخصي المتواضع، لان اعتقد ان هي تجاريه جدا، يمكن بس معموله عشان يكون فيها عدد مشاهدات عالي، لكن ما فيهاش جزء الاوريجيناليتي مثلا الموجوده في المسلسلات المصريه، بمعنى ان هي بتقدم قصص حقيقيه واقعيه. وكفايه مثلا ان الدراما المصريه بشكل عام كان فيها قصص للكاتب نجيب محفوظ اللي حاصل على جائزه نوبل للاداب. بشكل عام اعتقد في انحدار في مستوى الافلام والمسلسلات في العالم كله، يعني دي ظاهرة عالمية مع ظهور السوشيال ميديا. مش بقول ان المسلسلات التركية كلها وحشة، لكن بشكل عام ممكن يبقى عندنا اعمال مصرية او عربية تكون بالعكس افضل منها كتير. حبيت بس الفت نظركم في الفيديو ان صناعة الدراما التركية صناعة ضخمة، وان دولة مثلا زي مصر بتستورد المسلسلات دي ممكن تنفق ملايين الدولارات عشان تتفرج عليها. شكرا جزيلا.